الكنيسة عشان نكمل بقى بيانات اللي طلعت بخصوص هذا الموضوع. وارجع تاني قبل البيان اوضح نقطة انه هو انت محموق كده ليه؟ انا محموق عشان الجزء او الافراد اللي خدوا الكل في رجليهم وبقوا الاساءة باسم الكل. محموق عشان المسيحيين اللي في مصر اللي اتاخدوا في الرجلين برضو. محموق برضو عشان انا ما اقبلش انه حد يهين ديني، وببقى متنرفز جدا لما يهين ديني. ما ينفعش لما يعني لو انا مؤمن فعلا بمسألة مبدأ، ما ينفعش لما يكون ديني انا اللي بيهان اغضب، ولما يكون دين غيري اللي بيهان اقول وماله، دي حرية رأي. لازم نكون واضحين جدا في المسألة دي. انت تؤمن بحرية العقيدة وتؤمن بالمدنية وتؤمن بحرية الإنسان في العموم، يبقى لازم تؤمن بحرية احترام الرموز الدينية لأي دين أيا ما كان، وبالطبع لإخواتنا اللي عايشين في مصر احترام لدينهم الإسلامي ورموز الدين الإسلامي. ما ينفعش عشان حد بيهين في ديني فأنا أطلع كمان أقول وماله، دي غير دي، ومش هتكون صريح مع نفسك ومش هتكون صاحب مبدأ. أرجع تاني لبيان الكنيسة اللي ممضي من نيافة الأنبا بخوميوس قائم المقام. علمت الكنيسة أن يا ريت تحطوا البيان تاني يا جماعة. علمت الكنيسة أن بعض المصريين المقيمين في دول المهجر يعملون على نشر الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بالإساءة إلى الإسلام ونبيه الكريم، والكنيسة تعلن بمنتهى الوضوح وشدة أنها ترفض وتدين الإساءة إلى الإسلام، وأنها تحترم الإسلام والمسلمين وشركاء الوطن والإنسانية، وترفض المساس بمشاعرهم وعقائدهم ورموزهم الدينية. ولهذا فإن الكنيسة تعلن تبرؤها من أفعال كل من يقيم بتلك الأعمال التي تنطوي على ازدراء الأديان، وهو جريمة يعاقب عليها القانون ويتعارض مع الخلق المصري الأصيل والتقاليد المسيحية. إمضاء الأنبا بخوميوس قائم المقام بتاريخ 10 سبتمبر 2012. كمان كان في بيان من الصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو. يا ريت تكون معانا على الشاشة للكنترول روم. الصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو: مسيحيون يشاركون في تظاهرات السفارة الأمريكية لإدانة الفيلم المسيء للرسول. تضامن عدد من المسيحيين والحركات المسيحية المدنية في التظاهرات التي نظمت اليوم أمام السفارة الأمريكية لإدانة الفيلم المسيء للرسول، والذي تم إنتاجه بأمريكا برعاية القس تيري جونز. وأعرب المسيحيون عن رفضهم لأي إساءة للأديان، ومؤكدين أن ترويج موريس صادق وبعض أقباط المهجر لا يمثل المسيحيون في مصر ولا المهجر. وأكد اتحاد شباب ماسبيرو مشاركة الاتحاد في الوقفة تأكيدا للدور الوطني ورفض الإساءة للأديان والعقائد، والتأكيد أن القلة التي روجت للفيلم من أقباط الخارج لا تمثل المسيحيون في مصر ولا في الخارج. كما شاركت رابطة أقباط 38 وأكد نادر الصرفي المتحدث باسم الرابطة استنكارهم لموقف الجمعية الوطنية القبطية وتحركاتها ومناداتها بالدولة القبطية والدعوة لتقسيم مصر وفعالياتها الأخيرة بعرض الفيلم الذي يسيء للرسول ومحاكمته رمزيا بما يسمى اليوم العالمي لمحاكمة محمد، وهو ما يتعارض مع تعاليم الإنجيل. وأهابت الرابطة في بيان لها وزع على المتظاهرين المسلمين والمسيحيين المحافظة على الوطن ووحدته وإعلاء شأن الدولة والرفض لهذه المخططات التي تسعى لتقسيم مصر. هذا هو بيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو. كمان كان في بيان أو تويتة للدكتور محمد البرادعي، واللي نشرتها كل الصحف برضو معانا، يا ريت نحطها. البرادعي: احترام المقدسات والرسل سبيل التعايش، السبيل الوحيد للتعايش الأسرة الإنسانية. قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور أن احترام العقائد والمقدسات والرسل هو السبيل الوحيد لتعايش الأسرة الإنسانية. ده على الصفحة الشخصية للدكتور محمد البرادعي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. كمان في اليوم السابع مايكل منير يطالب الخارجية برفع دعوى لوقف الفيلم المسيء للرسول بأمريكا. هاجم مايكل منير الناشط القبطي مؤسس حزب الحياة
القائمين على الفيلم المسيء للإسلام مطالبا الخارجية المصرية برفع دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم في أمريكا. وأكد منير أنه يرفض التطاول على أي دين من الأديان سماوية أو غير سماوية، جاء ذلك في مداخلته في برنامج الميدان. كمان من آراء الشباب ورأي مختلف، وائل غنيم على صفحته في الفيسبوك بيقول إنه دي رسالة أرسلها لي مصري عايش في أمريكا، ترجمتها: أعيش في أمريكا ولم أسمع عن هذا الفيلم إلا بعد حديث وسائل الإعلام عنه، حتى حينما بحثت بعدها محاولا أن أثور على أخبار عن الفيلم لم أجد. الفيلم المغمور اللي منتجه ومخرجه وكام واحد من أصحابهم كانوا هم بس اللي هيشوفوه، انتشر بسبب الدعاية له من المسلمين وليس من غيرهم. بالمناسبة حتى الرابط الموجود له على اليوتيوب وعليه 100,000 مشاهد هو رابط تابع لقناة إسلامية، متى تتعلموا. ده على صفحة وائل غنيم. جورجيت قليني أيضا كان ليها رد، إنه جورجيت قليني قبطي مصري يرد على الفيلم المسيء للرسول بإنتاج فيلم عبقرية محمد خلال أسبوع. ده من البديل. بتقول إنه كشف الدكتورة جورجيت قليني العضو السابق بمجلس الشعب عن أن قبطي مصري بالبرازيل يدعى إبراهيم زكي عندما سمع عن الفيلم المسيء للرسول قرر أن يرد بشكل عملي، وأعلن عن عزمه إنتاج فيلم عبقرية محمد للكاتب عباس محمود العقاد خلال أسبوع. وأعلنت قليني عن رفضها للإساءة للعقائد الآخرين. وأضافت كما أن أول دعوى قضائية رفعت ضد منتجي الفيلم هو من مصري قبطي، مؤكدة أن العلاقة بين الأقباط والمسلمين أكبر من هدمها بسبب تصرفات حقيرة بحسب وصفها. هذه هي تصريحات جورجيت قليني أمامكم. أبو حامد بيتكلم عن اقتحام السفارة الأمريكية. طلب محمد أبو حامد مؤسس حزب حياة المصريين تحت التأسيس الدولة باتخاذ موقف اتجاه الإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية. وقال أبو حامد في حسابه الشخصي على تويتر أن التعبير عن رفض الفيلم المسيء باقتحام السفارة يسيء للإسلام والدولة المصرية ولن يحقق أي نتيجة إيجابية. كما طلب الرئيس مرسي بالتحرك لاحتواء أقباط المهجر وعدم التمييز بين أبناء الوطن، قائلا يجب أن يتحرك الرئيس المصري لاحتواء أقباط المهجر بالمواطنة العادلة التي لا تمييز بين أبناء الوطن الواحد لأي سبب من أسباب. وأكد أن المسيحيين لا يتحملون مسؤولية الفيلم المسيء للرسول ولا يتحملون مسؤولية تصرفات موريس صادق. واختتم قائلا الدفاع عن الرسول والإسلام يكون بإظهار حقيقة الإسلام وأنه جاء رحمة للعالمين يأتي ذلك. دي تصريحات محمد أبو حامد بعدما تظاهر المئات من الشباب الإخوان وشباب الحزب النور وعدد من مصابي الثورة والأرترس وحركة 6 أبريل وبعض الحركات المسيحية اعتراضا على الفيلم أمام السفارة الأمريكية. برضو شارك في هذه الوقفة. عشان وقت البرنامج بس بحاول أعرض معظم الأشياء يعني. أعضاء من المصريين الأحرار يشاركون في وقفة السفارة. ده برضو يعني حزب المصريين الأحرار. تلاقوني أنا جايب كل معظم اللي اتقال من جهات مدنية عشان نعرف إنه أنت لما بتهاجم مقدسات الآخر بتلاقي إنه اللي واقف في الوسط واللي بيدافع عن حقوقك وطلباتك المشروعة بيبتدي يبعد عنك، لأنه أنت اللي من وجهة نظره يعني أنت بتهين فعلا مقدساته هو، أنت ما احترمتوش هو، فأنت عاوزه إزاي يحترمك؟ هي الفكرة في كده. أعضاء المصريين الأحرار يشاركون في وقفة في السفارة أمام السفارة الأمريكية. كمان بخصوص بقى أحداث السفارة نفسها، أكدت وزارة الخارجية أن مجموعة من وده كان في اليوم السابع يا جماعة، يا ريت نطلع الصورة الفرنسية. واشنطن تؤكد أن متظاهري